السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل، مساء العسل. ما سألتش نفسك في يوم من الأيام هو الناموس أو البعوض يعني بيروح فين أيام الشتاء؟ من أكثر الحشرات الموجودة وبتنقل عدوى هي الناموس أو البعوض. هو بيختلف تماما عن الدبان. اللي ما شافش فيديو الدبان، أنا عامل فيديو بشرح فيه الدبان فوائده وأضراره. على فكرة له فوائد جامدة جدا، وبالاخص ان هو ملقح لبعض النباتات او بعض الفواكه. المهم خلينا في الموضوع. وما سالتش نفسك سؤال تاني، ليه الناموس بالاخص طول ما انت نايم يفضل عند ودانك؟ ايه السبب؟ عمر البعوضه او الناموسه 3 اسابيع، وبتتكاثر في خلال 3 ايام. البعوض او الناموس دايما بيتكاثر او دايما موجود بكثره دايما في الاماكن الرطبه، اللي هي مثلا المطابخ، الحمامات، قاعات، او يعني في الاماكن اللي هي موجوده دايما قريبه من الشواطئ، الاماكن دايما اللي هي فيها مثلا في الارياف، مثلا فيها ارض زراعيه وكلام من ده. طبعا وبيسيب لنا البيض بتاعه او البيض الشتوي بتاعه، وبينشط في اول سبتمبر وينتهي مثلا في ديسمبر. الأنثى هي اللي بالذات هي اللي بتحوم حول الراس، لأنها بتكون في فترة تزاوج وبتكون عايزة دم، وبالأخص بتفضل الدم اللي هو فصيلة الأو. خلي بالك أي حد فصيلة أو يا معلم دايما الناموس بيجي على أكتر. أما الذكر مش بيهتم خالص بالبشر، إن هو دايما بيحب إن هو يروح على رحيق الأزهار وما بيهتمش خالص بالبشر خالص. بس دايما الإناث هي اللي بتحتاج الوجبة بتاعت الدم ديت بعد التزاوج، من عشان طبعا الانتاج. مايكل ريل قال لك ان انثى البعوضه بتحاول توجع الضحيه بتاعتها عن طريق ثاني اكسيد الكربون، اللي هو بيخرج عن طريق الزفير وعن طريق الراس يعني وكلام من ده. وخلي بالك برضو الانثى بتحاول هي تستشعر او تتذوق الدم بتاع الشخص اللي هو او سواء حيوان او انسان، ان كان مناسب لها ولا مش مناسب، عن طريق قدميها. يعني تقف على قدمها كده وتشم الريحه اللي طالعه من الشخص، سواء مثلا انسان ولا حيوان، هل الدم ده مناسب للوجبه بتاعتها ولا مش مناسب للوجبه بتاعتها. يفضل الالوان الداكنه. يعني انت مثلا حاول وانت نايم مثلا حاول تنام مثلا بحقيقه فواتح، حقيقه بيضه كده ولا بتاع، عشان لو نمت بالوان داكنه الناموس هي دايما بيكون مصدر للناموس بيحب. ويفضل يعني تستحمى قبل ما تنام بصراحه بجد. يعني ان الناموس بيجي على العرق او بيجي عن طريق السنكس اللي هو بيشم بتزوق، او عنده حاله استشعار للعرق اللي بيطلع منك، فبيجي عليك ويحاول ان هو ياخد او يمص الدم بتاعك، عشان طبعا زي ما قلت. او الناموس عموما يعني ما بتيجي عليك وترفرف كده او تعمل بجناحاتها، خلي بالك الجناح ده بيضرب حوالي 500 مره في الثانيه. يعني في الثانيه الواحده بس حوالي 500 مره من ده. برضه في ناموس على فكره كيف رجل، يعني كيف اقدام. ليه؟ ان هو بيستشعر في بكتيريا تطلع من بين الصوابع او من الاقدام بتاعت الناموس. دايما بيروح ناحيه الاقدام كتير، ناحيه الرجل، يعني ان في بكتيريا وهو بيحب المنطقه دي بالذات او بيفضلها. طيب عشان نتفادى الناموس في الاوقات دي بالذات، نحاول قدر الامكان ان احنا نلبس الوان فاتحه. نحاول قدر الامكان ان احنا دايما يكون جسمنا مثلا يعني عاطر وكويس ونظيف ومش عارف دايما فيه استحمام. دايما نبتعد عن الاراضي الزراعيه، ان في وقت الفجر بالذات الناموس بيكون اكتر نشاطا في الوقت ده، بيكون اكتر حيويه. على فكره الناموس مضر، ان هو ممكن ينقل لك عدوى من شخص لشخص او مثلا من حيوان لشخص، فخلي بالكم. عموما لو عجبك الفيديو ما تنساش باللايك كلمتين واشتراك الظريف